السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني يوم ماتش السوبر المصري، فوز النادي الأهلي على بيراميدز 1-0 تتويجا لبطولة كأس السوبر للمرة 13 يعني في تاريخ النادي الأهلي. ألف مبروك النادي الأهلي وألف مبروك للجمهور. هنتكلم في كذا نقطة كده إن شاء الله مع بعض. هنبداها بألف سلامة الكابتن محمود متولي اللي اتصاب امبارح، وقع بعد الماتش. الشناوي خد باله، ندعي على الجهاز الطبي. ويعني لقطة جميلة جدا، والحاجات الحلوه اللي بتحصل في الملاعب، وبتشيل بقى اي مثلا لو واحد كان متضايق او اي حاجه، بتشيل كل الحزن اللي جوه. ان الجهاز الطبي بتاع بيراميدز تقريبا وصل، هو ابو عبله اللي هو الجهاز الطبي بتاع النادي الاهلي، وصلوا في نفس التوقيت. وهما الاثنين كانوا حوالين اللاعب وبيعالجوا في اللاعب. حاجه صراحه شابوه. شابوه علي جبر وهو احمد الشناوي. ما مشوش الا لحد ما محمود متولي قام وقف على رجله وسلموا عليه وتمنى له السلامه ومشوا. الصراحه لقطه كانت جميله جدا، ولقطه لازم تتبروز علشان خاطر لاجل الحاجات دي بتلعب كره القدم. بس لقطه شابوه الصراحه الشناوي، شابوه علي جبر، شابوه الجهاز الطبي بتاع بيراميدز. حاجه لقطه جميله جدا يعني. المفروض اتحاد الكوره اصلا يكرم الجهاز الطبي بتاع بيراميدز لاجل اللقطه دي. ده كانت اول حاجه. تاني حاجه عايزين برضو نتكلم فيها الشكله او العركه اللي حصلت بسبب محمد الشيبي. الشناوي بيطلع الكوره. بص يا شناوي، او بص يا جماعه، هنتكلم هنا بالعقل اللي احنا شايفينه صح. لاعب مصاب او بيدعي انه مصاب، محمد عبد المنعم. انا بطلع الكوره، هو اللي حقها. انا معلش انا خسران وفي ماتش بطوله كاس، انا مش مجبر او مضطر او مش لازم ان انا اخد الكوره اطلعها بره. انت راجل بتطلع عشان انت عليك اللاعب بتاعك. انا مش ملزم ان انا اعمل كده. طلع الكوره من مكان قريب. هو الراجل لحق الكوره وعايز يكسب فرقته، وخصوصا ان هو عارف ان زميلك بيدعي الاصابه محمد عبد المنعم. وبالفعل محمد كان بيدعي الاصابه. آه، يروح ويلعب الكوره. بعد كده اعتداء من علي معلول كان يستحق فيها الانذار، واعتداء بعد كده من محمد الشناوي يستحق فيها الطرد، لانه هو فاتح سبرنت 30 متر وراح ضرب اللاعب بالكوع كده او بساق رجله. ف او بركبته اقصد، مش بالكوع. فاعتقد انه كان يستحق فيها يعني اقل حاجه انذار او طرد. انا من وجهه نظري طرد، لانه هو فاتح سبرنت. وهمسه فن الشناوي وكلمه فن الشناوي. ده الشناوي دي مش اول مره، دي تاني مره. الشناوي انت واخد عندك الكوف اصلا 3 ماتشات حلو في الكاس تقريبا او في الدوري، الماتش الاخير. فيعني الشناوي لازم يهدى ويركز اكتر من كده. الشناوي امبارح عمل اداء عالمي كفنيا، احنا ما بنتكلمش فنيا، بنتكلم بقى في الحته السلوكيه. الصراحه هو كان لاعب مستفز الصراحه، وانا فرحت باللي حصل. اللي هو محمد الشيبيرة اتضرب وكان هياخد علقه والجمهور زقله والكلام ده كله. ولكن بالنسبه للشناوي قائد منتخب مصر وقائد النادي الاهلي واخلاقات الشناوي، لا ما ينفعش، وكان يستحق ياخد قرار اداري بالانذار او الطرد. دي تاني حاجه. تالت حاجه لقطه الشيخ الجميل جدا الضرير او الكفيف. آه ربنا يعينه ويقويه ويصبره، هو وكل واحد من ضرير او كفيف. صراحه لقطه جميله يعني. اصحابه جايبينه مستوعبينه بيستمتع باجواء الماتش وبيسمع الماتش ومتابع ومنفعل. صراحه لقطه جميله جدا. وفعلا لاجل الحاجات دي الجميله ديت واصحابه اللي معاه مش سايبينه، لاجل الحاجات الجميله دي الصراحه. هي دي الكوره، هي دي الكوره بتاعت الجمهور، بتاعت السليم والمصاب، وبتاعت لقطه جميله الصراحه. ونتمنى له يا رب هو بالصبر وربنا يعينه. يعني ابتلاء في اعظم حاجه عند الانسان، ابتلاء البصر. ربنا يشفيه ويقويه ويصبره. هنتكلم عن التحكيم. اتفرجت امبارح على كل الخبراء التحكيم كلهم بلا استثناء. كلهم. بص يعني مبدئيا كده الكل قال لك في انذار علي جبر الاولاني، ده حقيقي. الكوره بتاعت اللي هو الكوره جت في ايده، المعلول لعب الفاول بتاعه جت في واحمد الشناوي طلعها. الكوره دي اتقال لك علي جبر كان يستحق الانذار الثاني وكان يستحق يطرد. ده اول حاجه. قال لك تاني حاجه محمد الشيبي كان يستحق ياخد انذارين، ما خدش ولا انذار او ما خدش الا انذار واحد، وكان يستحق يطرد. حلو. ده اول حاجتين. تالت حاجه بالنسبه خاصه على بيراميدز او لصالح النادي الاهلي، ركله الجزاء اللي اتلعبت. ركله الجزاء بتاعت حسين الشحات، قال لك كانت تستحق ركله جزاء ثانيه واوضح من الاولانيه. ركله جزاء اللي اتحسبت قال لك ركله جزاء هو بالبلدي كده كهربا لبسها له. حلو. ده كده بالنسبه للاهلي او على بيراميدز. بالنسبه بقى لمصلحه بيراميدز كان ايه؟ اللقطه بتاعت ضرب الشناوي. انا زي ما قلت في الاول كده كان يستحق فيها الطرد او اضعف الايمان انذار.
بس كده هي دي تقريبا. وكان في لقطه تانية على مروان عطيه فاول داس على وش الرجل، دي كان فيها تستحق انذار، دي من وجهه نظري محدش ذكرها تقريبا في حاجات التحكيم. باتشيكو بقى طلعنا بعد الماتش قال لك انا دلوقتي بس عرفت ليه مستر مرتضى منصور انسحب وما رضاش. انت بتطبل ولا انت بتطبل ولا لقيت مركب ماشي فقلت اخد السكه معاها؟ طب انت لعبت ليه؟ ما هو بعدين ده اول بطوله تخسرها. بعدين ده الاهلي كل خبراء التحكيم اصلا قالوا ان الاهلي هو اللي اتظلم تحكيميا، مش بيراميدز اللي اتظلم تحكيميا. فهو يعني موقفه صعب صراحه اما يخسر في الدوري ويخسر نهائي الكاس ويخسر نهائي السوبر. فاعتقد ده غير طبعا افريقيا يعني مع الاهلي. ف اعتقد ان هو في وضع لا يحسد عليه. فهو او انت عارف انت اللي هو اللي بيطلع في الروح فبيفرفر بيطلع اي كلام. ده اللي باتشيكو عمله بالظبط. فهارد لك باتشيكو. في كرة جدلية صارت الجدل من كابتن خالد الغندور، هي طرد انذار محمد شريف، كرة رفع فيها رجله وجاب في ظهر اللاعب. قال لك زيها بالظبط لقطة اشرف بن شرقي قدام مصر المقاصة واشرف خد فيها طرد. وقال لك والاثنين طبعا طالعين على الكرة يستلموا الكرة مش واخدين بالهم من اللي جاي. هي غلط محمد شريف. هو لا عاطي ظهره للاعب اللي ضربه وبيرفع رجله وتصادفوا ان هما الاثنين جم في نفس الوقت. حقيقي انذار صحيح 100%، مفيش اي جدال. ولكن هو محمد شريف كان كده وهو اللاعب جاي من وراه. حلو. الكرة بتاعت مصر المقاصة شفتها من اكتر، شفتها والله على اليوتيوب. يعني الكرة ما اشرف بن شرقي بقى هو اللي رايح. يعني مثلا هو محمد شريف بيلعب بيستلم الكوره واللاعب جاي فهم خبطوا في بعض. ده اشرف بن شرقي لا الكوره وراه فهو اللي راح بوش رجله بالستارز. استلم الكوره لورا واللاعب كان واقف بياخدها مثلا على صدره. فانا اعتقد ان فيها اختلاف يعني اختلاف في وضعيه اللاعب وتحرك اللاعب سواء كان محمد شريف او اشرف بن شرقي. يعني برضو اتفرجوا عليها ورايكم في التعليقات. وبالمناسبه لايك وشير واشتراك في القناه وشير للفيديو لو انت على الفيسبوك. مدحت شلبي امبارح تقريبا كان ايه يعني عمال كان اهلاوي قوي امبارح وكان بيحفل كتير على الزمالك والناس اللي ما خدعوا الناس اللي نشكر بيراميدز واللي ما خدعوناش وجم وكلام من هذا القبيل. في لقطه بس زلة لسان طلعت منه. طب خلي بالك خلي بالك محمود متولي. الكوره كانت لعبه اوفر محمود متولي بيجليها يعني او بيلعبها قال لك خلي بالك مش عارف ايه. ما كانتش ظريفه قوي من مدحت شلبي لان انت المفروض تكون محايد في ماتش زي ده. اخر حاجه في اثناء تسليم الميداليات احمد فتحي ورمضان صبحي ما دخلوش الممر الشرفي. يعني احمد فتحي ده يعني سلوكه على طول اللي هو مثلا من ساعه ما ساب الاهلي ما لعب ماتشين قصاد الاهلي وخسرهم وما دخلش الممر الشرفي اطلاقا. يعني تحسه مثلا ندمان او ما تفهمش فيها ايه. بس فين يا رمضان يا بتاع الطموح ما دخلش ليه؟ لا ما دخلش خالص. الاعلام بتاعنا فين؟ ساعه اما سيد عبد الحفيظ ما دخلش الممر الشرفي مسكوا يعني كلام كتير. فضلنا قاعدين 3 ايام على نغمه سيد عبد الحفيظ وما مشاش في الممر الشرفي. ليه الاعلام ما جابش سيره امبارح؟ مش عارف الصراحه. وخصوصا انا سالت سؤال امبارح وبساله تاني. ده مستوى رمضان صبحي اللي كان في الاهلي؟ ده مستوى ده طموح رمضان صبحي؟ مستواه الصراحه يعني زي اي حد. محمود صابر والله كان احسن منه. حاجه برضه يعني ضايقتني. كابتن حازم امام اعتذر عن حضور ماتش السوبر. هو انت اعتذرت عن حضور؟ هو انت اصلا مدعو بما انك زملكاوي ولا انت مدعو وتحضر بما انك عضو مجلس كرة القدم اتحاد كرة القدم واللي انت يعني المسؤول الاول الفني الاول عن في الاتحاد القروي يعني انت وبركات وانت اعلى من بركات في الاتحاد. فلو انت ما بتحضرش واحنا بندعيك كثافتك زملكاوي الصراحه الناس مش قادره. الناس اللي ماسكه مناصب مش قادره تفرق بين انها زملكاويه وبتحب الزمالك او اهلاويه بتحب الاهلي وبين ان انت في حدث عام فانت واجب عليك تحضر. يعني حازم امام ده لو بقى يوم من الايام رئيس اتحاد الكوره مثلا والاهلي بياخد بطوله مش هيروح يسلمها له؟ الصراحه عقليه زيرو. وحازم امام كشف نفسه ويعني انت كان الاول الاهلاويه بيحبوك والزملكاويه بيحبوك. فجاء انقسام بالزملكاويه ايه نصهم ما بيحبوك ونصهم ما بيحبوك. دلوقتي كمان بعد الاهلاويه ما عادش بيطوقوك لان ببساطه يعني انت اظهرت زملكاويتك. احنا عارفينك زملكاوي فانت اظهرتها قوي في قراراتك وفي افعالك وفي البوست اللي انت نزلته على الفيس وبنزل قال لك يا جماعه وعلي النعمه والله العظيم اقسم بالله اتحاد الكوره واعضائه ما لهمش اي علاقه باللجان. وما اللجان طلع قرارات يطلع يقول لك انا مستاء من قرارات اللجان ودي قرارات ظالمه ومش عارف ايه.
انت بتتكلم كاتحاد عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره، ولا بتتكلم كزملكاوي، ولا بتتكلم كمقدم برامج، ولا بتتكلم كرئيس نادي في زد، ولا انت بتتكلم بصفتك ايه؟ تضارب مصالح علني علني. واخيرا لجنه الانضباط الافريقيه والحمد لله انعقدت وطلعت القرارات بتاعتها بشان ماتش الترجي وجمهوره والاحداث اللي حصلت، باربع مباريات لنادي الترجي بدون جمهور وغرامه 400 الف دولار. ده ببساطه يعني الحمد لله هنلعب الماتش الجاي مع الترجي من غير جمهور. فاعتقد انك تلعب الترجي من غير جمهور ده بيفقده مثلا حوالي 50% من قوته، لان قوه الترجي والوداد في الجمهور. وده واضح جدا في سنه 2020 سنه كورونا الاهلي اللي كسب فيها كل الفرق، وكان الوداد اولهم. وكسب الترجي رايح جاي هناك يعني، اكمنهم كانوا من غير جمهور. فالفرقه دي قوتها الكبرى في جمهورها، والحمد لله الجمهور مش هيبقى موجود. فيعني فرصه الاهلي كبيره ان شاء الله انه يوصل للنهائي. واعتقد ان صن داونز اللي هيوصل للنهائي، وهيبقى ماتش جامد جدا. اخيرا واخر حاجه عايز اقولها الصراحه، هي حته كده من احترام المجالس او احترام الناس اللي معاك في المجلس بتاعك، هي ان الاستوديو اللي عملوه قناه ابو ظبي في الملعب، استضافوا محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم كهربا، كانوا كلهم لهم كراسي بس ما كانش في كرسي الكهربا انه يقعد. فقضى الحوار كله هو واقف، والشناوي كان قاعد وكلهم كانوا قاعدين. فالحوار دار عادي خالص. واول ما جه المذيع جاي يتكلم بقى مع كهربا قام وقف، وما عادش لحد ما الحوار انتهى اطلاقا. ده نوع من انواع الاحترام. لقطه الصراحه جميله جدا، بتدل الناس ديت واخده بالها من كل تفاصيل صغيره، فيها اخلاق وادب جم من مقدم البرنامج. فمن هنا بقول له يعني اللي رباك يعني الله يبارك في اللي رباك، وما شاء الله عليك سلوك واخلاق وادب واحترام وذوق منك في التعامل، تقريبا بنجهله في احداث كتيره هنا في مصر. وده كان اخر حاجه معانا، وشكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعه. السلام عليكم.